تخيل تشتري بيتزا ب 900 مليون دولار. عارف الارض اللي في اكتوبر اللي جدك رفض يشتريها دي عشان يروح يحضر حفله لام كلثوم، ودلوقتي بقت تساوي ملايين. اهو الراجل ده بقى غلط غلطه اكبر بكتير. في سنه 2010 كان لسه البيتكوين طالع ومش ناس كتير تعرفه، يوم لازله عامل اول عمليه شراء لحاجه ملموسه ويطلب بيتزا ب 10000 بيتكوين اللي كان وقتها يساوي 41 دولار. على فكره البيتزا دي غاليه باي ذا واي. دلوقتي ال 10000 بيتكوين بتساوي 942 مليون دولار تقريبا. طب هو ليه قيمته عاليه كده وازاي زادت قوي كده في الفتره الاخيره؟ اول حاجه بسبب ان كميته محدوده، مش زي الفلوس اللي ممكن تتباع في اي وقت، وده بيخليه طريقه للناس تحمي بيه فلوسها من التضخم. كمان فكره ان مفيش رقابه عليه وكونه مش بيخضع تحت اي جهه مركزيه وممكن يتنقل بكل سهوله من اي مكان لمكان خلاه احسن اختيار للتعامل في السوق السوداء، خاصه ان لحد دلوقتي محدش يعرف مين اللي اخترع البيتكوين. كل اللي نعرفه ان ساتوشي ناكاموتو اللي هو مش الاسم الحقيقي اساسا واللي انا قلت لك على اسمه فوق. قول لنا بقى الراجل اللي اخترع البيتكوين ثروته كام دلوقتي؟